السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا في الله، مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. أهلا بكم في نعمة جديدة من النعم التي أنعم الله بها علينا. الحقيقة من النعم اللي ربنا أنعم عليها في أول الخلق سيدنا آدم عندما خلق له ستنا حواء. يعني نعمة الأسرة. الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، لازم يقدر يعيش حواليه ناس أحباء له، يقدر ان هو يتواصل مع الحياة معاهم، يكونوا سند وعون ليه. الزوجة تحتاج الزوج، والزوج يحتاج الزوجة. الناس عموما تحتاج الأخوة والصحبة. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي. والبنت من ساعة ما بتتولد بنجد ان هي لما نحب نبارك لمامتها بنقول لها عقبال ما تشوفيها عروسة. وأول ما تبتدي تتفتح عينيها للدنيا بتبتدي تلعب وتلبس فستان الفرح، او تعمل ان هي لابسه طرحه، يعني بتاخدها لعبه. وده الكلام ده كان على مر العصور اللي فاتت. لكن مؤخرا يمكن الاسبوع اللي فات انا كنت في زياره لصديقه ووجدت حاجه غريبه. الحقيقه ما بقتش غريبه، يعني بتتكرر كتير. صديقتي ليها ابنه، ربنا مديها جمال بنتها، يعني جمال الخلق والخلق، جميلة شكلا وجميلة في الأخلاق ومهذبة جدا. وكان جاي لها عريس، فمامتها طبعا نفسها ان هي تفرح بالبنت، وبتقولي اقنعيها تشوف العريس. كان زمان احنا لما بيكون في سيرة عريس لبنت، البنت بتنفرج أسارير وجهها وبتظهر عليها الابتسامة العريضة، ويملأ قلبها السرور المرتبط أو المختلط بالخجل. لكن أنا اتفاجأت أول ما جات سيرة العريس لهذه الفتاة الجميلة خلقا وخلقا، أنا اتفاجأت بالامتعاض الشديد اللي ظهر على وجهها، وزي ما أكون أنا أسأت إليها أو زعلتها في حاجة. إيه اللي حصل؟ مش هي بس، على فكرة ناس كتير جدا بترفض، أو مش بترفض، مش متحمسة أساسا لفكرة الارتباط. ما عادتش الارتباط أو الزواج هو الحلم اللي بتحلم بيه كل بنت. لأ، هذا الحلم تراجع ويمكن يكون اختفى. أيضا مش بس كده، نسبة الطلاق ارتفعت جدا في مجتمعاتنا المصرية والعربية. كل ده راجع لإيه؟ هل البنت بتبص حواليها فبتجد نماذج لا تشجع أو لا تحمس إن هي تكون أسرة؟ ممكن، أسباب كثيرة وده منها. مش بس كده، الأسرة أساس المجتمع ككل. يمكن جوه بيوتنا ممكن نلاقي حاجة أخطر. بيوتنا أو بيوت أصدقائنا أو معارفنا ممكن نجد مدمن، ممكن نجد ابن عاق بيتطاول على أمه. لو دورنا هنلاقي إيه؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ممكن يكون في أسباب تانية، لكن لو دورنا هنلاقي علماء النفس والباحثين الاجتماعيين بينسبوا أشياء كثيرة من هذا القبيل للأسرة. الأسرة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هل إحنا عملنا اللي علينا عشان نحافظ على هذه النعمة؟ انتظرونا، أسئلة كثيرة سنجدها معكم ونجد معها إجابات بعد الفاصل بإذن الله، عملا بالآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. معذرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إيه هي المودة والرحمة اللي احنا مفتقدينها في هذا الزمن؟ انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، بنجدد الترحاب بكم مرة أخرى. السلام عليكم، وبنرحب بالداعية والباحثة الإسلامية هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة ومحكم مسابقات القرآن الكريم. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بك بالمشاهدين. يمكن لما نتكلم عن نعمة الأسرة، هذه نعمة جميلة. الإنسان يعيش مع المجتمع، يعيش مع الأسرة الصغيرة، هي أساس. إذا بنيت بشكل سليم زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز، صلح الإنسان، أصبح إنسان سوي، الأبناء أسوياء، وبالتالي يكون مجتمع ككل ليس فيه انحرافات. يعني إلى حد كبير البيت هو الأساس. لو رجعنا هذا إلى الدين، هل بالفعل حاليا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؟ إلى أي مدى مفهوم الأسرة في الإسلام مطبق في حياتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين والآخرين وفي كل وقت وكل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحقيقة إن الأسرة هي النواة الأولى لبناء مجتمع. إذا كنت عايزة حضرتك تنظري على أي مجتمع لتعلمي وتعرفي شأن هذا المجتمع هو متقدم حضاري متخلف، بصي على الأسرة، بصي على أفراد الأسرة، بصي على مكونات الأسرة وكيفية ترابطها مع بعضها، هي مترابطة ولا أسرة مفككة. يبقى أي حد فينا عايز ينظر لرفعة شأن مجتمع أو انحطاطه، بصي على الأسرة. ومن فضل الإسلام علينا إن إحنا أسر مسلمة مترابطة. يمكن احنا بنفتقد بعض الاشياء الكتيره اللي احنا لما بننظر على المستوى العام للعولمه والفضائيات المفتوحه وعندنا وسائل تواصل اجتماعي، تبص تلاقي يمكن احنا البلاد الاسلاميه يمكن التقدم العلمي يمكن عندنا يمكن لسه بادئ ينهض. ربنا ينجينا من الفتره الفارقه اللي احنا عايشينها ديت، وان شاء الله ننطلق باذن واحد احد لما ربنا ينظر الينا ولما نصلح قلوبنا ونصلح من شاننا ان شاء الله باذن واحد احد ربنا يفتح علينا ونتقدم ونسبق كل من سبقونا. ولكن احنا في الاول خالص بنقول انا عايزه انهض من خلال النواه الاولى. النواه الاولى اللي هي الاسره. الاسره بمكوناتها، بالزوج والزوجه والابناء. حضرتك بداتي الكلام وقلتي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شفتي حضرتك في الآية الواحدة ربنا قرر كلمة آيات مرتين. آية يعني معجزة، يعني التوافق ما بين ذكر وأنثى، زوج وزوجة، ده من المعجزات. حضرتك بتقولي إنك أنت بتقنعي بنت صديقتك إنها تتزوج والبنت رافضة أو تعطت وكشرت زي ما يكون أذتها، هي عازفة عن الزواج. وده مشكلة أو دي مشكلة رهيبة بنعاني منها دلوقتي كتير قوي في بلادنا الإسلامية والعربية ما بين الذكور والإناث. حتى بتلاقي الذكور أكثر، يعني مثلا تبص تلاقي الولد مش عايز، بدأ يبقى 30 وأكتر وسنه بيعلى ومش عايز يتزوج. تقولي له ليه؟ يقول لك أنا شايف المتزوجين مش سعداء. إحنا هنقف هنا، هم مش سعداء ليه؟ يمكن أنا مع حضرتك النهاردة مش كوني داعية فقط، أنا داعية وباحثة وعندي صفحات على مجلات المرأة بتناقش القضايا دي بشكل حساس شوية ومن على أرض الواقع من خلال ندواتي في الجامعات وفي النوادي وفي كل الدنيا. فأنا الحقيقة وكمان عندي أبناء زي حضرتك وعندنا كلنا أبناء، فإحنا تقريبا كلنا بنعاني نفس المعاناة، إلا لو ربنا رحمنا، إلا من رحم ربي. اللي ربنا رحمه فعلا بس اللي عنده أبناء بارين وفاهمين أولهم وآخرهم. فاهم الولد، فاهم يعني إيه هيبني أسرة، والفهم ده مش هيجيبه من فراغ، هيجيبه من تعامل أبوه مع أمه. والبنت نفس القصة، عارفة إزاي هتبني أسرة وإزاي هتحترم زوجها وإزاي قدسية الأسرة دي تبقى مغروسة فيها من صغرها. وده يعني هيحدثوا فيها أمها برضو من صغرها. يعني ده أهم، هذه القدوة التي يرونها في المنزل دي أهم من القول، لأن ممكن لو ما فيش انسجام بين القول والفعل خلاص القول يقولون أصبح ما لا يفعلون، هيبقى منافقين. ربنا ينجينا. والنفاق هنا مش هيقتنعوا كمان. ما أنا هقول لسيادتك حضرتك عايزة تبني أسرة، بس مش من ساعة ما البنت انت كنت بتكلميها وهي عروسة وراحت تتزوج، لا، يا ريتي كنت قابلتي امها وهي طفله لسه، وكنت لو انت بالوعي الكافي وشفتي الام بتعامل البنت ازاي، او لاحظتي كيفيه تعامل الزوج والزوجه مع بعض، واي حد فاهم شويه بيبص يلاقي كيفيه التعامل دي هي اللي هتبني البنت وهتبني الولد. هو ما قبل ان يكون عندنا ابناء قبل الانجاب الاختيار الصحيح حضرتك. انا بقول لحضرتك عند جزئيه بقى هنا، أنا عايزة بس أرجع لك الأول عند اللبنة الأولى، البذرة، البنت والولد الصغيرين اللي هما بينشأوا. تمام. أنا عايزة كل أب وأم بيشوفوني دلوقتي يلاحظوا حاجة كويسة قوي. السكن اللي ربنا قاله في آياته اللي هو أنت سكن لي وهو سكن ليكي. تمام. السكن ده نعمة من نعم المولى عز وجل على المسلمين، نعمة رهيبة وجميلة جدا جدا على المسلمين وعلى العباد أجمعين. تمام. عارفة حضرتك عشان كده ربنا خلاها معجزة، انك تجيبي طرفين مختلفين في السلوك وفي طريقة التربية وفي الأخلاق وفي كل حاجة، وتحطيهم اتنين قصاد بعض وتقول لهم انتوا الاتنين هتعيشوا بين 4 حيطان.
التوافق النفسي والعاطفي والسلوكي والاخلاقي ده معجزه من عند ربنا. لما تلاقي البنت بنت صديقتك ان شاء الله بعد كده تقول لك يا طنط انا هتجوز ده، او ويا رب تختار الاختيار الصحيح، وتبقى الام والاب فرحانين باولادهم، ونفرح كلنا باولادنا. كلنا نفرح باولادنا يا رب. كل من يسمعنا دلوقتي يفرح بابنائه اللهم امين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دي دعوه عباد الرحمن. دي الدعوه الغاليه اللي احنا كلنا المفروض ما نغفلش عن الدعوه دي. ده احنا مش عايزين بس نبقى متقين بس، ده احنا عايزين نبقى ائمه المتقين. ربنا يجعل لنا من اولادنا يا رب ذريه صالحه يبقوا بارين بينا واحنا بارين بيهم، علشان انا احقق الدعوه دي، وعشان انا اصل بابن وابنه على المستوى الاجتماعي والديني، او الديني والاجتماعي السوي. انا لازم اكون واعي من قبلها بشويه، من منذ الطفوله، منذ نعومه الاطفال للاولاد، كيفيه تعاملي مع زوجي. انا دلوقتي عندي ابناء هيكبروا وهيتزوجوا، وانا وزوجي احنا كنا صغيرين وكنا مع اب وام برضو انا وهو، فهي السلسله ماشيه ومتوارثه. زي ما انا احب زوجي يعاملني، انا اعامل ابني واربي فيه الراجل السوي اللي انا لما اقدمه الفتاه في يوم من الايام عشان تتزوجوا ببقى اديها بهديه. والبنت نفس القصه، نفس الحكايه برضو، هي امها بتربيها، بتربي بنت هتبقى زوجه صالحه، بتديها برضو هديه لزوج اتمنى انه يكون صالح. احنا عندنا جزئيه مهمه قوي. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. انا هقف هنا. انا ام وعندي بنت وجاي لها شاب عايز يتزوجها، فانا شفت السمت الواضح عليه، الخلق والدين. احيانا الاسر بتخدع. هقف هنا حلو قوي عشان ده اساس شغلي اللي انا بقول لحضرتك عليه، او بيبدوا اشياء اخرى عن الخلق والدين. لا، ده انا عايزه نواحي ماديه وما الى ذلك. انا عايزه اتكلم على الخلق والدين في الاول. الامور الماديه دي احنا كلنا، كل حد فينا بنقول يعني ما فيش داعي للمغالاه فيها. لا، انا هقول لسيادتك على حاجه. التوافق المادي بيني كاسره متوسطه الحال، والفرد اللي جاي الزوج اللي جاي يتجوز بنتي متوسط الحال، ده كويس قوي. لكن لو انا حالي مستواي المادي عالي وهو مستواه المادي شويه قليل، فانا بقول ايه؟ انا هطبق سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انا هاخد المبدا ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لي، بس ببقى حريصه وحذره. لازم ابقى حذره، لاني بشوف كتير قوي من الاسر اللي تقول لك انا مستواي المادي عالي وهو كان مستواه المادي شويه متدني، وانا قابلت بيه لانه على خلق ودين، وبعد كده اكتشفت انها اتخدعت. الجزئيه دي مهمه قوي. عشان كده بنلاقي زي ما حضرتك قلتي في اول الحلقه ان في ارتفاع نسبه الطلاق، ودايما في السنه الاولى من الزواج، لسوء الاختيار وللخداع. لاني انا ام وانت ام، مجرد ان يجي لي شاب جميل واحس ان هو على خلق ودين والاذان يدن يقول لي انا اقوم اتوضى واصلي، فانا بفرح قوي. وشويه اخلاقيات بسيطه بص الاقي ده هو ده اللي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لي عليه، ده الزوج اللي هيهني بنتي. وفجأة بعد الزواج ان في شخصيه تانية خالص. يبقى انا هنا بقول لكل ام بتشوفني وبتسمعني: ما تتسرعيش في فتره الخطوبه انها تبقى قصيره، وما تتسرعيش بالسمت اللي يخدعك، اللي انت تبصي تلاقي الشاب بيجيلك بالخلق والدين عشان انت ذات منصب ومال وجاه، لان ده المطلوب. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ برضه تنكح المراه لاربع: لمالها وجمالها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهو يعني جاي سيدنا النبي قال لنا الراجل يختار الاكثر تدينا، وقال احنا نختار برضو اللي هو ذو الخلق. انا معاكي. انا بس مش عايزه افعل الاحاديث والايات القرانيه كانها نصوص متجمده. انا عايزه اشغل دماغي شويه. انا عايزه زي ما بقول لحضرتك كده، انا فرحانه ببنتي قوي انها تتزوج وهقيم الافراح، ابقى حذره شويه حكمه، اخلي فتره الخطوبه شويه طويله حتى لو انت جاهزه ماديا وهو جاهز ماديا. تقصدي حضرتك ان احنا يعني فتره الخطوبه بتتكشف فيها امور طبعا، يعني الدين والتدين او الخلق مش بس عبادات صلاه وصيام وصلاه في مواقيتها، دي المشكله يا أستاذ. ولكن على الخلق. انا هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك احنا النهارده بنعاني في البلاد الاسلاميه من ايه؟ ان بنلاقي بعض المتعصبين والمتطرفين اللي هم ما يعرفوش كتير عن ديننا اللي احنا اتعلمناه في الازهر الشريف، اللي هو ان ديننا ربنا انزله لينا عشان يسعدنا مش عشان يتعسنا. تمام. فهي القصه مش قصه نصوص متجمده تيجي تفرضها عليا، لا، انا عايزه اعيش سعيده، وربك جميل بيحب كل شيء جميل. فاذا كان ربي جميل وبيحب كل شيء جميل، فانا محتاجه ان كل حاجه حواليا تبقى كمان جميله.
ما تجيش انت تتعسني وتفرض عليا نصوص متجمده انت ما تعرفش خلفياتها وما درستش وما تدبرتش اصلا الايه دي نزلت ليه وفي ايه. والقران مش نص نزل باسباب نزول يخص الفتره دي فقط، القران لكل زمان ومكان الى يوم القيامه. طب احنا خلينا في الايه الكريمه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كلمة السكن مش ملاحظة حضرتك إن هي ما بقتش موجودة حاليا مثلما سبق؟ يعني زمان كنا بنشوف الزوج والزوجة في شدة الارتباط ببعض لدرجة إن ممكن لما طرف فيهم يتوفاه الله ممكن من شدة الحزن الطرف الآخر يحزن، وممكن بنجد في بعض الأوقات إن هو يحصله. دلوقتي الأمر بقى مختلف. ممكن زمان كنا نشوفهم وهم عواجيز قلبهم على بعض، حنينين على بعض، يعني فعلا المودة والرحمة والتراحم. لكن حاليا ما بقتش الصورة دي موجودة بالشكل اللي كانت موجودة عليه فيما سبق. ده سببه ايه من الناحية الدينية؟ سببه ان احنا زي ما بقول لحضرتك ما ربيناش ولادنا من صغارهم، يعني انا وانتي الاجيال اهتمينا ان احنا نعلم ولادنا علوم وامور الدنيا، ولكن دخلنا مدارس ونذاكر لهم ونودي ودينا دروس ودينا نادي وتمارين وغفلنا. تمام. يعني يمكن للاسف الشديد يمكن بره في البلاد العربيه بداوا ينتبهوا كويس قوي للامور دي. بتبص تلاقي حضرتك في البيت في ميزانيه خاصه كده على جنب علشان البنت والولد هيتعلموا قران ويتعلموا امور دينهم. احنا هنا في مصر نفسي نعمم ونؤصل لده، ان انا يبقى عندي في ميزانيتي زي ما انا بعلم ابني السباحه والرياضه وبوديه سينما وباكله واشربه وبعمل له وبلبسه احسن لبس، لازم يكون عندي في ميزانيتي جزء كده على جنب اجيب حد يعلم ابني القران ويعلمه امور دينه. انا بلاقي في الجامعات الامريكيه والالمانيه والندوات اللي انا بقدمها هناك وغيرهم بلاقي ان الاولاد ما بيعرفوش يقروا الفاتحه خالص، ما بيعرفش يصلي ازاي. انت عايزه حضرتك ده لما يجي يتقدم لبنتي هفرح انه ابن ناس وغني وشكله حلو، لكن ما يعرفش حاجه عن دينه. فتبص تلاقي لما بيتم الزواج ربنا ينجينا يا رب من هذا، تلاقي البنت بتفاجئ بسلوكيات غير اخلاقيه وغير دينيه بالمره. وتبص تلاقي حضرتك بتفاجئي انك انت اكتشفتي ان الحاجه الجميله الشاب الجميل اللي انت شفتيه ده هو قالب جميل، لكن القلب انت ما فتشتيش عليه كويس. عشان كده بقول لحضرتك لازم نبص كويس ونتدبر كيفيه الاختيار. هنا هقول لحضرتك على حاجه، لو انا علمت بنتي وهي صغيره في حديث كده وقصه صغيره قوي، اسماء بنت يزيد الانصاريه كانت بتلقب بخطيبه النساء. جت في يوم من الايام فكرت انها الرجال بيروحوا يحجوا وقت ما هم عايزين يحجوا، لان مش عايز معاه حد محرم، وفي نفس الوقت هم بيطلعوا في الجهاد، فهي كل الثواب ده ياخدوه الرجاله ياخدوه، وانا كامراه يعني احرم من هذا الثواب. فراحت سالت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الاشياء اللي تصل بيها الى مقامات الرفعه التي تجعلها تحصل على ثواب الجهاد والحج بعد الحج. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها حسن تبعل المراه لزوجها، فاخبري من خلفك من النساء. طب هنا حسن التبعل، انا وانتي عايزين نعامل زوجنا كويس قوي وكل من بيشوفنا، يبقى ده حسن التبعل. انا هنا هقف انتي كزوجه، ودايما الام او الزوجه المسلمه المصريه العربيه هي عندها الطاقه العاطفيه والهدايه، هي مهيئه انها تعمل بيت سعيد. انا عايزه اكلم بقى هنا الزوج، انت لازم تعينها على حسن التبعل. يعني هي عايزه تبقى زوجه صالحه وكويسه، بس انت ما حاولتش توصل لها انك انت زوج كويس قوي، علشان هي بتجاهد معاك طول الوقت، هي نفسها ترضي ربها فيك وانت مش واخد بالك. احيانا بتسيء معاملتها، احيانا ما بتاخدش بالك كويس قوي ايه اللي بيسعدها وايه اللي بيتعسها. لما نلاقي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بيأتنس بعائشه زوجته ام المؤمنين رضي الله عنها، وقعد معاها في يوم من الايام كده في مؤانسه، بيقول لها ايه؟ بيقول لها اني اعلم ما يرضيكي، او امتى تبقي انت راضيه وامتى تبقي يا عائشه غاضبه. تخيلي بقى المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لزوجته انا عارف انت امتى بتبقي راضيه عني وامتى بتبقي غضبانه مني. فقالت له ازاي بتعرف يا رسول الله؟ قال لها اذا كنت انت راضيه عني فبتقولي بلى ورب محمد، او لا بتقولي لا ورب محمد، بتقسمي بيا. واذا كنت عني غاضبه او ساخطه مني زعلانه مني قلتي بلى ورب ابراهيم.
يعني بتذكري اسمي وانت بتحلفي بيا وانت راضيه عني، لما تكوني غضبانه مني شويه بتجيبي ابونا ابراهيم بتقسمي بيه. قالت له ايه؟ ولكني لا اهاجر الا اسمك. اسمك بس، انا بهجر اسمك بلساني لكن انت جوه قلبي. دي ام المؤمنين عائشه وهي بتكلم زوجها، وزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ايه هو بيؤانسها. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. يعني احسن حد في الرجاله اللي هو الزوج اللي بيعامل زوجته احسن معامله، هو احسن، هو من الاخيار بين كافه الرجال. ده كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، يعني كان في خدمتهم، كان بيخصف نعله ويحلب شاته. يعني عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني عارفه حضرتك لو احنا علمنا اولادنا من صغرهم واحنا بنربيهم وبنعلمهم اللغات والثقافات المختلفه، علمناهم بعض امور دينهم، وناخد من سيره المصطفى ونفعل ونتدبر. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. سيدنا النبي المقصود طبعا هنا كان يعني يتيم، المقصود ايضا الزوجات وبناته وابنائه، هذا هو المقصود بكلمه الاهل. يعني صله الرحم ده شيء، لكن المقصود في هذا الحديث بالتحديد الزوجات، يعني الزوجه. ايوه. سيدنا النبي كمان حضرتك يعني ذكر وصى علينا احنا: هل استوصوا بالنساء خيرا، خلقنا من ضلع اعوج. فاذا حاول الرجل ان هو يصلح هذا الضلع اتكسر، وقال لك رفقا بالقوارير. زي ما حضرتك كنت بتذكري ان صعب جدا ان اتنين يعيشوا مع بعض ويتوافقوا توافق كامل. هي مش صعب، هي آية ومعجزة. ربنا خلاها آية ومعجزة. سيدنا النبي قالها إن هو يعني الست ممكن تبقى غصب عنها ما تكونش بالطوع أو بنفس الشكل بتاع الرجل، هذا بشكل والرجل بشكل آخر. التوافق هو المطلوب، هو المعجزة، ليس التوافق الكامل وليس التطابق طبعا. لكن الرجل دايما بيطلب ان الزوجة تبقى زيه في طباعه وفي يعني بتبقى بنفس هو طالب منها الكمال. الكمال هو طالب منها. وبعدين انا عايزه اوقفك هنا. احيانا الزوج متمرد شويه، مفيش حد فينا كامل، هو لو بص جوه نفسه هيلاقي عنده نواقص كتير، ومع ذلك الزوجه لان هي زوجه وما عندهاش، مش هتروح تتجوز عليه، فهي حباه بكل مميزاته وبكل عيوبه. هنا بقى في زوج شويه متمرد، فيبدا يدور فيها على العيوب وما بيشوفش المميزات. احنا هنا عايزين نعلم ولادنا، لما اكون انا ام وعندي ابن متزوج وجاي لي يشتكي لي من زوجته وبيقول لي ان فيها كذا وكذا وكذا، انا لازم كأم ابقى متدبره الامر وعندي شويه حكمه، اقول له طب بص على الجانب المضيء فيها، بص ما تبصش على الجانب المظلم، بص هي ما فيش حد فينا كامل، الكمال لله وحده، فانت خدها بمميزاتها وعيوبها، وحاول مع عيوبها دي شويه بشويه مع الحب والعاطفه اللي بينكم، كل ده هيتغير. لكن للاسف الشديد احنا بنشوف الام الولد اللي بتبقى حمال البنت. دي نقطه مهمه قوي عايزه اقف عندها. انت لو عاملتي زوجة ابنك على انها بنتك هتبقى بنتك. ليه بتحاولي تنفريها منك وتعيشي دور الحما اللي بنشوفه في الافلام الزمان بتاعت الابيض واسود؟ لا، احتضنيها. البنت اصلا لطيفه وجميله وهي طالعه من بيت امها، طالما انت مختاره بنت ناس كويسين وعلى خلق ودين، فانت احتضنيها وعامليها على انها بنتك، هتلاقيها بنتك. بالعكس انت هتلاقيها احن عليكي من ابنك، هي اللي هتقول له تعالى روح عند امي. انما انت لما يجي لك ابنك يشتكي لك من زوجته وتبداي تقولي له دي هي فيها وعليها وفي، انت كده خسرتي الدنيا. شويه الابن هيكرهها، الحياه بينهم. الله ينور عليكي. يعني انت مش بتحتضني القصه، انت بتولعي فيها. طالما ولعتي فيها وزودتي عليها نار، انت عايزه البيت ينجح ازاي؟ ما ابنك لما هيفشل في حياته انت اكتر واحده هتقعدي تعيطي وتبكي بالدموع على انه فشل في حياته. لان النهارده عشان تقيمي بيت قد ايه بتتكلفي من التكاليف الماديه عشان تقيمي بيت. بعد الشر لما بيهدم هذا البيت وتيجي تقيمي بيت من اول وجديد، دي مش مساله سهله. وبعدين انا عايزه اقول لكل ام ان بنات الناس دول غاليين. يعني دايما تلاقي كده ايه، الام اللي عندها ذكور تبقى شويه قاسيه شويه عن الام اللي عندها اناث، تلاقي الام اللي عندها اناث تتودد للام اللي عندها ذكور لما يجي هذا الزوج يخطب بنتها. وده في الاعم اللي بشوفه في مصر وفي كل البلاد العربيه. دايما ام الزوج بتلاقيها شويه قلبها جامد شويه عن ام البنت. طب ليه؟ انت الام البنت عايزه تجوز بنتها وتفرح بيها ودايما تطمن عليها. ام الولد بتبقى شويه جامده شويه، لا ده راجل، ده يعني لو طلق النهارده هيتجوز بكره. لا، هي احيانا يعني ما بتنظرش الامور بمكيال واحد. يعني ممكن لو عندها البنت وعندها الولد اللي تقبله، صدقيني حتى يبقى عندها البنت والولد وتبقى قاسيه
على زوجة الولد اكتر من هي مش داريه ان هي عندها بنت. هي مش واخده، هي ناسيه، هي متناسيه. هي بتبقى يعني بصي، هي القصه زي ما بقول لك كده، اصل ده الشغل البحثي اللي انا يمكن هتلاقيني بتكلم معاكي حضرتك بتتكلمي من الواقع، يعني عارفة بيتكرر. حضرتك، أيوة. تلاقي الام ليها بنت متزوجه وابن متزوج، ولا تزن الامور بنفس المكيال. ده في حاجه كمان تانية. ده هي عشان هي عندها ولد وبنت، واخده بالك، فالبنت بنتها قاست قوي مع حماتها اللي هي ايه، اللي جت خدت بنتها دي. فهي عندها شيء من جواها كده من الثأر، عايزه تطلع كل ده في اللي هيجي ياخد ابنها. خلي بالك من الجزئيه. لا اله الا الله، معناه المفروض يحصل العكس. لا بيحصل للاسف الشديد. انا كل القصه يعني داين تدان، ولا عمل الجزاء من نفس جنس العمل دائما. في ناس بتتناسى هذا تماما، وتلاقيها عندها شيء من الثأر جواها، عايزه تطلعه لما ابنها يجي يتزوج. طب ليه انت عانيتي مع بنتك واتألمتي؟ المفروض الخلق الاسلامي العكس. احنا هنعود ماذا يجب علينا ان نفعله في هذه المواقف بعد الفاصل ان شاء الله. عدنا معكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحاب بالداعية والباحثة الإسلامية هدى الكاشف. أهلا بحضرتك. أهلا بك. كنا نتحدث عن أن ممكن الحما تفسد الحياة الزوجية، لأنها بتشحن القلب أو توغر صدر ابنها تجاه الزوجة أو العكس. طيب حضرتك، إيه القوة اللي بداخل الزوج؟ مش في قوة أكبر، قوة الدين، وعاشرهن بالمعروف. طيب عشان هو يعاشرها بالمعروف، هي عليها أيضا أشياء. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أمرت لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. رمانة الميزان هنا بين ما له وما عليه، وما لها وما عليها، في الآية الكريمة اللي بتقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيوة. يعني كل واحد له حق. ده أنا هقول لك كمان، بصي بقى عشان كل زوج بيسمعني، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني حقوقها لهن مقدمة على واجباتها. انت عايزها زي ما حضرتك قلتي، المولى عز وجل محدش بيسجد الا للمولى عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر كل بنت وكل امرأة وكل زوجة عن قدسية الزوج ومدى قدسيته عند المولى عز وجل. انه بيقول ده لو كنت امرت حد يسجد لحد، ده عشان الكلام ايه؟ عشان انا اخد بالي وانت تاخدي بالك، وكل اللي بيشوفنا دلوقتي ياخد باله ان من قدسيه الزوج ومكانته عند المولى عز وجل. طيب انا هنا عايزه لما انا بنبه البنت لده وبقول لها، مقصود بهذا الحديث يعني شده الطاعه، شده الاحترام، شده الادب معاه. ده المقصود بهذا الحديث الشريف. بصي، هي الزوجه او البنت ما عندهاش مانع عن كل ده. هي كل المشكله الطرف الاخر ان هو يساعدها على ده. انا هنا معاكي، يمكن انا مش عايزه اكون متحامله على الزوج، انا كمان هاجي على البنت كمان وهقول لها انت اخطائك فين، ومش عايزه ابقى متحامله على ام الزوج برضو بس، لا، البنت كمان عندها اخطاء، بس انا واخده معاكي الحلقه خاصه الاجيال الجديده حضرتك. الله ينور عليك. البنات متمرده. الله ينور عليك. ما هو انا عندي الولاد وانت عندك الولاد، واحنا بنتكلم من على ارض الواقع. تمام. فحضرتك هنا احيانا البنت برضو بتبقى عندها من القسوه والتمرد على ام زوجها. واخده بالك؟ احنا بنتكلم دلوقتي فتره خطوبه. فتره الخطوبه اللي فيها البنت والولد بيتوددوا لبعض او بيحاولوا يقربوا مع بعض. هنا احيانا البنت بتبقى شويه واعيه زياده عن اللزوم، فاهمه قوي، فبتلاقيها بتتعامل مع الابن ده او مع الخطيب ده على انها تاخده تمتلكه هي لوحدها، وتبعد الام دي عن طريقها خالص. وهنا هقف. خلي بالك انت وانت بتربي بنتك ما تربيهاش على الانانيه. الله ينور عليك. وكيفيه ايه؟ حب التملك، ان انا اخد حاجه بتاعتي انا بس ومحدش يقرب منها. دي بتبقى سلوك واخلاقيات انا غرستها في بنتي من صغرها وانا مش واخده بالي. واخده بالك؟ فانا اخلي بالي من الجزئيه دي، علشان برضو ده هيتوارث، ده هيفضل بنتك الانانيه دي هتخلف بنت انانيه وبنت تانية انانيه، فهتبقى السلسله كلها ماشيه الى ان يريد المولى عز وجل اصلاح هذا الاعوجاج. فتبص تلاقي حضرتك البنت ممكن تخلي نفسها كده ايه في صوره معينه مع الام الزوج اللي هي الحما، وتفضل ايه تتودد اليها، واحيانا بتبقى يعني تمثل الطاعه. الله ينور عليكي. واحيانا بتبقى الام مش ذكيه، ام الزوج ساعات بتبقى مش ذكيه. انا عايزه اكلم الام بقى اللي شايفاني دلوقتي، اللي انت فاكره نفسك اذكى من البنت دي. كل واحد فينا ياخد باله. انا عايزه كل واحد فينا يتدبر موقفه عشان نوصل للسعاده. انا عايزه البنت تعيش في سعاده مع الولد اللي هو ابنك، اللي هو لما يبقى سعيد انت هتبقي سعيده، ولو تعيس انت برضه هتبقي تعيسه. بس للاسف الام مش واخده بالها.
في بعض الاحيان بتقسو على البنت فتره الخطوبه. وزي ما بقول لك كده، البنت احيانا بتبقى واعيه شويه وفاهمه شويه، تبدا تخلي نفسها ايه، عارفه اقول لك ايه، تماين امورها، تتودد، لانها مستنيه لما تمتلك الزوج وتقفل عليه الباب وخلاص انا اتجوزت. تقبل هذه القسوه في البدايه. الله ينور عليكي. وتبدا هي واعيه هي بتعمل ايه، ومجرد ان هي تزوجت الولد تبدا تاسيه على الام اللي كانت قاسيه عليها فتره الخطوبه. فانا عايزه اخلي كل ام شايفاني حضرتك هتقع في اثم كبير جدا، لان هي كده كانها يعني ممكن موقف يؤدي الى قطع صله رحم والعياذ بالله. هي كده اثمه. انت هنا ما ربيتيش البنت تربيه دينيه ولا خدتي بالك من حاجات دينيه. انت ركزتي، انت كأم مش واعيه قوي لاخلاقيات دينك، انت ركزتي على الامور الماديه لبنتك، وزي ما حضرتك قلتي انا خليتها انانيه. فهي مش واعيه لدينها وامور الدين، ومش ناس الله فانساهم انفسهم. اللهم نجينا يا رب ونجي كل من بيشوفنا. فهي الجزئيه هنا هي متصوره حضرتك كده ان هي بتعلمها الصح وده الخطا، لان ده ممكن يؤدي الى فشل حياتها الزوجيه. ما انا بقول لك هتفشل في حياتها الزوجيه، يا اما هتعيش تعيسه طول عمرها. الانانيه عمرها ما بتولد سعاده. واخده بال حضرتك؟ طب انا انانيه واخدت الزوج ده من امه، وامه قاعده ليل ونهار تدعي عليا، تفتكري الام اللي بتدعي دي عليا؟ اصل بيقول لك الام لما تدعي لبنتها يا بختها ويا ويلها اللي حماتها تدعي عليها. واحنا عايزين ننتبه للجزئيه دي. يعني انا عايزه كل ام بتشوفني وكل بنت شايفاني تنتبه للجزئيه دي. انت عايزه حماتك طول النهار وطول الليل دمعتها على خدها قاعده تصلي وتدعي عليكي؟ ازاي هتسعدي؟ وهي كمان مصيرها هتبقى في يوم من الايام. ما هو سلف ودين. خلي بالك انت لسه زوجه في مقتبل ودعوه المظلوم وهتنجبي. الله ينور عليكي. هتنجبي ولاد وبنات، وده كله مش رايح، ده قاعد. خلي بالك اصل ابنك لما زوجك ده لما ما يبقاش بر بامه ويبقى ولد عاق، عمر ما ربنا ما هيبارك له. اكيد. تخيلي انت بتجيبي ابناء من زوج عقل اهله. اللي عقل اهله ده عمر ما اصل الا العقوق دي اكبر الكبائر. دي اللي احنا عارفين، والمصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا انها دي اكبر الكبائر، وللاسف الشديد لازم ترد في الدنيا قبل الاخره. يعني انا لو انا عق لابني لابويا وامي، او انت كزوج عق لابوك وامك، لازم هيجي لك ابن يعقك. طب وانت نفس القصه، زي ما حرمتيه من ابوه وامه، ابنك برضه واحده هتاخده منك وهتحرمك منه. انت ليه مش منتبهه للجزئيه دي؟ انت يا امي اللي شايفاني دلوقتي، انت ليه بتحطي بنتك على حافه الهويه؟ هتبقى تعيسه دنيا واخره. ليه عايزاها تبقى تعيسه دنيا واخره؟ وانت يا امي اللي شايفاني دلوقتي، انت ليه مش منتبهه لامور دينك زي ما انت منتبهه لامور دنياكي؟ حضرتك برنامجك الدين للحياه. نعم. احنا عايزين ديننا لحياتنا. انا مش عايزه البرامج الدينيه عندنا كلها تنصب على قوالب الايات والاحاديث من غير ما اعلم اللي قدامي اللي بيشوفني، من غير ما اطبقه على حياتي. ازاي انا اعمل بده؟ ازاي؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ انا مطالبه بتدبر القران، وانا بدرس احكام تلاوه وتجويد لعرب واجانب، الى جانب ان انا بحكم مسابقات قران كريم. للاسف الشديد انا بلاقي ان كل الناس مهتمه جدا جدا بانها تتعامل مع القران كحفظ كقوالب فقط. انا لا، انا مسابقاتي اللي بحكمها بسال في معاني الكلمات وكيفيه التدبر. انا يمكن مسابقاتي بتبقى صعبه شويه والناس بتبقى خايفه جدا لما هدى الكاشف بتحكم مسابقه. انا بس علشان ببقى مش عايزه القران. انا دلوقتي انت حضرتك جيتي قدامي وحافظه القران بالكامل، وبصيتي بعد شهر جيت ادور عليك لقيتك نسيتي نصه، انا عملت ايه بحفظك؟ لكن لو شفت سلوكياتك اللي انت بتطبقيها زي ما كان الصحابه ما بيحفظوش الايات غير ما يعملوا بيها، لو شفت سلوكياتك هلاقيكي انت على خير، فهفرح بسلوكياتك اكتر ما افرح بحفظك. حضرتك بيبقوا حافظين القران او عارفين القران، يعني لو تاملنا مثلا الايه وعاشرهن بالمعروف، أو وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده حضرتك في الآية دي لما نزلت على في أيام وقت الطلاق، يعني ممكن الواحد يكره زوجته وهي تكون مثلا فيها خير، ست صالحة وما إلى ذلك، بيبقى حضرتك عارفين الآيات وعارفينها كويس قوي لكن ما بيعملوش بيها. في قسوة قلب، في قسوة في القلب. يعني انت هقول لحضرتك على حاجه، انا يمكن في بدايه كلامي قلت لك اركز على كيفيه النشأة. كيف نعمل بيها بقى في التنشئه؟ ما انا بقى انا النشأة انا بربي ابني وبنتي. يعني تبص تلاقي حضرتك احيانا في اسرنا بتلاقي ان الاسره بتتعامل مع الانثى على انها اقل من الولد،
واخده بال حضرتك؟ ده تعامل سيء جدا. ومش عايزه اقول يعني انت يعني أنا استاذن حضرتك حان الان موعد اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وكنا نتحدث عن نعمة الأسرة. يمكن من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها علينا نعمة الأسرة. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث، يعني نحدد هذه النعمة، نطورها، نحافظ عليها. كيف نعمة الأسرة؟ يعني احنا بنجد مثلا ان بالفعل في ناس متزوجين، وتجدي حضرتك مثلا الزوج ملتزم بيصلي وبيصوم، ولكن بمجرد دخوله للمنزل زي ما بنقول كده يلبس وش بلاستيك، ومتصور ان هذا هو الاسلوب الامثل للتعامل مع الزوجه. ايضا لو نظرنا للزوجه، بنت الحارس مثلا عندما اوصت ابنتها قبل الزواج قالت لها كوني له أمة يكن لك عبدا. يعني احنا عايزين رمانة الميزان بين الطرفين عشان نحافظ على هذه النعمة. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. انت عندك هنا جزئية مهمة قوي، يمكن بشوفها برضه في ندواتي وفي الايميلات اللي بتجيلي والشغل اللي بنشوفه. بتبصي حضرتك ان في بعض الشباب اللي بدأ يبقى، يمكن هتكلم على المتطرف او المتعصب شويه، اللي بيصلي ويصوم، الوسطي الجميل اللي ربنا انعم عليه بوسطيه الاسلام وفهم الاسلام قد ايه هو اسلام سعاده، مش اسلام ان انا ابقى متجهم او متعصب او متشدد وعامل زوجتي بالتشدد والتعصب. لا، ربنا ما قالش كده. تحكم كما لو انها ملك له، كانها امه. انا مش عايزه، انا يعني يمكن انا في بدايه كلامي في الحلقه انا بدات اديك عناصر مختلفه. انا عايزه اتكلم هنا عن العنصر المتشدد شويه، المتعصب شويه. لو جينا لسيره المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفنا ان في يوم من الايام عبد الله بن عمر كان بيصوم بالنهار ويقوم الليل، فلما علم المصطفى صلى الله وسلم عليه، علم حاله، نهاه وقال له ايه؟ قال له صوم وافطر وقم ونم، إن لبدنك عليك حق وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى أنا هنا مطالبة بإني أدي زوجتي حقها، وأدي البدني حقه، وأظبط حالي علشان الزوجة لما بتبقى سعيدة معايا وراضية حياتي بتبقى جنة، بيتي بيبقى جنة. أنا عايزة ألفت نظر بعض اللي بيشوفوني دلوقتي وبعض الناس، كل الناس بتشوفني دلوقتي، إن أنا مفتقدة في بعض البيوت البركة. أنا عايزة بيتي يبقى فيه بركة. إزاي بيتي يبقى فيه بركة وأنا بعيدة عن ربنا؟ عشان بيتي يبقى سعيد، السعادة مش هتيجي إلا من عند اللي خلقك. مش انا اللي يعني انا ممكن اكون ذكيه شويه وفاهمه شويه وابحث عن السعاده على الانترنت او في الكتب، ابحثي في امور الدنيا زي ما انت عايزه، بس ربنا مش هيوهبك السعاده دي طول ما انت بعيد عنه، بعيد عن ربنا. قربي من ربك وخلي بيتك فيه بركه. المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خرج يقول لاصحابه على ليله القدر امتى، ولقى اتنين بيتخاصموا وبتشاجروا وبيتخانقوا، البركه اترفعت، فنسي ان الليله كانت امتى. ايه اللي حصل؟ ان الخناق والخصام والشجار بيرفع البركه، فالمصطفى نسي ليله القدر امتى. طب انا في بيتي لو انا قاعده بتخاصم وبتشجر طول النهار وطول الليل وبتخانق، مفيش بركه في بيتي. زوجي هيخش هيلاقيني مش هو بقى المتجاهم، هو جاي وحاطط لي وش خشب وبلاستيك، لا ده هو ساعات بيخش يلاقي الزوجه هي اللي كده. ممكن. ليه؟ لان هي طول النهار بتدور وبتبحث وتسعى ورا الدنيا ونسيت امور دينها. أنا عايزاها هنا تفعل ما يرضي المولى عز وجل. خدي من حياتك اللي يسعدك بس ما تنسيش دينك، خدي من دينك اللي يسبب سعادة حياتك. يعني احنا لما نقعد كده إن شاء الله بإذن واحد أحد كل يوم أعمل لنفسي ورد من القرآن، إن شاء الله صفحة واحدة في القرآن. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خلي بالي من الحديث ده قوي.
البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. يعني بيتي وأنا كل يوم بفتح فيه القرآن بيبقى عامل زي النجمة اللي بتلمع اللي بيشوفها أهل السماء. بيتي في وسط بيوت الشارع الوحيد اللي بيبرق عشان انا بفتح القرآن كل يوم. ليه؟ لأن أنا بفتح القرآن كل يوم بجيب بركة في بيتي، فطالما بيتي فيه بركة فهو بيتراءى، يعني أهل السماء الملائكة بيشوفوا بيتي كأنه نجمة في وسط البيوت بتاعت المسلمين أو في وسط بيوت الخلق. فأنا عايزة إيه بركة أكتر من كده؟ كمان الصلاة في جماعة. الله ينور عليكي. أنا ببحث عن البركة في البيت، أنا ببحث عن السعادة. أنا عايزة أجمع أمور ديني ودنياي. أنا عايزة أفتح كفي الاتنين كده وأقول له يا رب يا رب بارك لي في ولادي، بارك لي في زوجي. طب انا اذا كنت انا بعيده عن ربي اصلا وانا بسعى ورا امور الدنيا زي ما بقول لحضرتك، بس انا ما سهدتش عن اي حاجه تسعدني انا وولادي وزوجي. بعمل اكل كويس، البيت نظيف، باكل، بجيب لبس كويس، بودي النادي، بفسح. انت فين من كل ده؟ الحياه وانشغالات الحياه كل ده وتؤدي واجباتها الدنيويه. الله ينور عليك. ممكن تكون بتاخد عليهم ثواب. ما انا لسه هقول لحضرتك انا بحتسب كل ده عند المولى عز وجل. انا بقول له يا رب بس ما ضيعش عملي ده كله هباء. خليني ذكيه زي ما انا ذكيه في الدنيا اكون ذكيه في الاخره. اقول له يا رب انا بعمل كل ده وبحتسبه عندك يا رب عشان ترضى عني، عشان تبارك لي في ولادي. لو انا منتبهه ان انا بصلي وانا قلبي موصول بالمولى عز وجل، وانا بفعل طاعات ربي والامور اركان ديني انا بفعلها عشان اطلع بيها لسعاده اسرتي. لو زوجي قاسي عليا شويه اتحمله شويه. يعني عارفه انا بذكر نفسي وبذكرك وبذكر كل من بيشوفني، لاني انا بني ادمه وانت بني ادمه، كل حد فينا عنده اخطائه، ولكن احنا بنذكر بعضنا. نذكر بعضنا، وحتى لو القسوه دي ما قدرناش نصلح فيها في حياتنا ممكن هناخد عليها الاجر والثواب والصبر زي اسيا زوجة فرعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده انا كمان هقول لك حاجه مهمه قوي. احنا بس للاسف يعني وقت البرنامج انتهى. احنا عايزين ندعو دعاء بصلاح الحياه باذن الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يقضى على ما قضيت، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من واليت. تباركت وتعاليت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أنا وكل من يراني ويسمعني في هذه اللحظة. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري للمرة الثانية والمليون، واعف عنا يا رب وعن كل من يرانا ويسمعنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأبنائنا وأزواجنا واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وكل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين عندك يا رب، أنا وكل من يرانا ويسمعنا وكل المسلمين. اللهم اصلح حالنا وحال بلاد المسلمين يا رب. اللهم ارفع راية الإسلام يا رب واصلح حالنا وحال كل مسلم. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لحضرتك، شكرا للكاتبة والباحثة والداعية الإسلامية هدى الكاشف، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.